السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم ان شاء الله نوجد معكم بسبوسه بيضه وحده ان شاء الله بواحد النكهه اللي كتجي غزاله، خصوصا الناس اللي كيعجبهم الماء الزهر. غنوجدها معكم بالماء الزهر. الطريقه ديالها سهله البنات، وحتى المقادير في المتناول ومضبوطين ان شاء الله. ملي غتجربوها انا متاكده غادي تعجبكم، وغادي تبقى دائما انكم تجربوها، وحتى اللي ضاق عندكم غايقول لكم اعطوني المقادير ان شاء الله. غنبداو بالنسبه للمقادير. غنحتاج جوج ديال الخمارات اللي مجموع ديال 16 غرام، ساشي ديال فانيليا، عندي هنا واحد نص كاس ديال السكر حبيبات، غنحتاج الماء الزهر جوج معالق ديال المربى اللي هو ديال المشماش، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، نحتاج بيضه وحده، ونحتاج جوج كيسان ديال السميده اللي كتكون رقيقه ديال الحلوه. اول حاجه غناخذ المول، هنا عندي فيه القطر تقريبا 24 سنتيم، كندهنو بالزبده وكنرشو بالسميده. الا كان قل من اللي فيه 20 سنتيم راه تيكون كتجي عاليه بزاف. اول حاجه كناخذ البيضه دائما مع السكر، ساشي ديال فانيليا، كنطربو مزيان حتى كيذوب معايا شويه السكر. غنضيف كاس الا ربع ديال الزيت، يعني كاس ما عامرش، دائما كاس العنبه. بالنسبه كنبقى نخلط مزيان حتى كيتجانسوا معايا العناصر، وكنبدا نضيف الحليب وماء الزهر. هنا كاس الا ربع ديال الحليب. الناس اللي كتبغي الياغورت طبيعي ممكن تعوضوه بياغورت طبيعي في عوض الحليب، كيعطي نفس القوام تقريبا. غنحتاج جوج معالق ديال الماء الزهر. هنا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الماء الزهر تكتفيو غير بالفانيليا فقط، وهذوك جوج معالق كتعوضوهم حليب. هنايا غندير جوج معالق ديال المربى، اي مربى تيعجبكم البنات، وحتى داك اللي كيكونوا فيه الطريفات حتى هو مزيان، كيبقى لكم الاختيار. كاين اللي كيبغي ديال الليمون يدير الليمون، او المشماش او الخوخ، كيبقى لكم الاختيار. كنطرب مزيان البنات العناصر كامله، وكنبدا نضيف دابا النواشف. غادي ندير جوج خمارات اللي هما المجموع كامل 16 غرام، مع كاس ديال السميده، الكاس الاول دائما كاس العنبه. المقادير مضبوطه، تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. دائما طربوا الكاس الاول مزيان حتى ينسجموا، عاد كنبدا نضيف الكاس الثاني، دائما نص كاس الاول في نص كاس الثاني، وتنخلطو مزيان. كتجي شويه ما جارياش، وفي نفس الوقت ما تكونش، حيت كاينه السميده اللي كتشرب. المهم جوج كيسان راه كافيين، ولو كتشرب شويه راه معليش ماشي مشكل بالنسبه للسميد. غادي نديرها في المول ديال دائما مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده رقيقه. دائما درجه الحراره ديال الفران كنحمرو بالنسبه بحال الكيك، كتحمريها من التحت حتى كتطلع وتحمر مزيان. بالنسبه اللي عندو الضو ديروا 150 في درجه الحراره فوق ولتحت. هنايا بالنسبه للسيرو غندير كاس ديال تقريبا ما عامرش ديال كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، وغادي ندير كاس جوج كؤوس تقريبا ديال الكاس الثاني ما يكونش عامر، يعني كاس عامر في كاس الثاني يكون كاس الا ربع. كندير جوج طريفات ديال الحامض، وغندير واحد القطيره ديال الماء الزهر. بالنسبه اللي ما عندوش الحامض ممكن تكتفي غير بماء الزهر. هنايا بعد ما كتحمر مزيان، دائما يا اما هي تكون سخونه والسيرو يكون بارد او العكس دائما.
هنايا بعد ما كتخرج من الفران السيرو كيكون بارد، وتنسقيها بالسيرو كامل. بالنسبه للسيرو الطياب ديالو غير تيغلى، كيبدا يغلى كطفيو عليه، عفوا كتنقصوا البوطه وكتخليوه 5 دقائق حتى كي حتى تي حتى كيبان لكم اللون ديالو ولا بحال الصفر. يعني 5 دقائق كافيه باش انه يطيب. هنايا كاين اللي تيبغي يقدمها في نفس المول اللي عندكم بحال هكا ديال الزاج، او كاين اللي كيبغي يدير يخليها كتزوقيها في المول، وكاين اللي كيبغي يدير بحالي انا كيديرها في واحد الطبسيل وكندهنها بالمربى، وتنزينتها باللوز مهرمش ومحمر في الفران. والاختيار كيبقى لكم كيف ما ديروا الكوك او الكاوكاو اللي عجبكم تستعملوه. يعني اللي كيكون متوفر في البيت راه ضروري كنستعملوه. هو الصراحه كتجي لذيذه البنات بالنسبه للمذاق وحتى الهشه، يعني كتجي هشيشه بزاف وغتعجبكم. يعني خفيفه خفيفه، وخصوصا مع هاد الصهد هذا كنبغيو شي حاجه تكون خفيفه. الا عجبكم الفيديو البنات، كنتمنى انكم تعملوا لي لايك او اشتراك اللي اول مره غتشوف القناه، يعني دخلوا مرحبا بكم. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو جديد ان شاء الله.